أولا العبادة ما هي؟ إحنا نسمع هذه المفردة في القرآن بالسنة وعلى ألسنة الناس، عبادة عبادة. العبادة ما هي؟ علماءنا يختصرون تعريف العبادة بكلمة واحدة. ما هي الكلمة؟ العبادة هي الطاعة. إذا أمرك آمر بأمر وأطعته ونفذت أمره فقد عبدته. هي العبادة الطاعة. ومنا يجون يقسموها، يقولون إذا أمرك الآمر بأمر ونفذت أمره فقد عبدته، أطعته عبدته. بعض الأحيان مو أمر مو عمل، وإنما متحدث يتحدث، واحد يتكلم يحكي، وأنت تعطيه أذنا صاغية تستمع إليه، مو تسمع، تستمع إليه فقد عبدته. بعض الأحيان بالسمع أنت تعبد الإنسان. شلون هذا؟ وين وارد؟ هذا ما ورد في حديث الإمام السجاد عليه السلام. الإمام السجاد يقول: من استمع، مو سمع، استمع يعني يركز على السمع، من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق بكسر الطاء، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. إذن مو بس الله يعبد سبحانه وتعالى، لا، الإنسان يعبد والشيطان يعبد والله يعبد. لذلك جاءت الآية قالت: إياك نعبد، لأن المعبودين كثيرين، نحن لا نعبد أحدا من هؤلاء إلا أنت يا رب العالمين.